تخيل حالك تعثر على 1016 قطعة ذهب أثرية في مكان عملك وما إلها صاحب، يعني أثرية من دور القديمين. إيش كنت راح تساوي؟ هذا الشيء اللي حصل مع أحد العمال في ولاية أزمير في دولة تركيا. أثناء عمله وجد 1016 قطعة ذهب أثرية تقدر بملايين الدولارات وبملايين الليرات التركية. شالها وراح سلمها للسلطات التركية، وحاليا السلطات التركية عم تبحث بأشد الإجراءات بالمكان اللي وجده به هذا المبلغ من قطع الذهب، لحتى يجوز به شغلات أكبر من هذا الموضوع. لكن الشاب قرر أنه يسلمها للسلطات التركية وما يروح أنه يبلش يصرف بها أول بأول. أنت لو كنت مكان هذا الشاب إيش كنت راح تساوي؟ راح تسلمها للسلطات اللي متواجد بها أنت، الدولة اللي متواجد بها أنت، ولا راح تأخذها وتعيش بها حياة مثل ما الكل يتمنى يصير عنده مال؟ طبعا حسب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي والناس اللي متواجدة بتركيا، أنه تركيا أي شخص يعثر على شغلات أثرية هيك تعطيه نسبة من هذا الموضوع. يلي عنده علم بخصوص هذا الموضوع يكتب لي رأيه بالتعليقات. لو كنت مكان هذا الشاب إيش راح كنت تساوي؟ وهل المعقل راح يحصل من هذا الشيء نسبة مئوية؟